بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الكريم في كتابه المنزل على رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ذكر الله عز وجل الذين أخلصوا دينهم لله وآمنوا بالله وأسلموا دينهم لله واستسلموا في أمرهم كله لله، وأقبلوا بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم على الله. هؤلاء وعدهم الله عز وجل بالأمن، وهذا الأمن أيها الكرام بينه الأئمة بأنه دار السلام ودار المقام ودار النعيم، أنها الجنة، وأن هؤلاء إذا قورن خوفهم من البشر في الدنيا، إذا قورن خوف المجرمين يوم القيامة يوم الفزع الأكبر، لرأى المؤمنون بعيون قلوبهم وعيون رؤوسهم أن خوفهم في الدنيا لم يكن شيئا يذكر. إذا عاينوا من أمر الآخرة ومن أمر القيامة ومن أمر الفزع الأكبر، حين يأمر الله عز وجل السماء فتتشقق، ويأمر الجبال فتفقد ما فيها من قوة ومن صلابة ومن ثقل، ورآها الخلائق جميعا، إنسهم وجنهم، أولهم وآخرهم، ذكرهم وأنثاهم، عاينوا الجبال وهي على رؤوسهم كالعهن المنفوش، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذا رأوا البحار صارت نارا مشتعلة وتفجرت، ورأوا الكواكب وقد تناثرت، ورأوا النجوم وقد غارت، ورأوا السماء وقد تشققت، ينظر أهل الإيمان ومناد من قبل الرحمن: أين الخائفون؟ أين الوجلون؟ أين المستضعفون؟ أين المقهورون؟ أين المعذبون؟ أين المشردون؟ أين المسجونون؟ أين المغلوبون؟
جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يأمر بأشد أهل الدنيا بلاء وأعظمهم مصيبة، ويقول انطلقوا به فأدخلوه الجنة. فإذا دخلها وشرب من أنهارها قال له رب العالمين: عبدي، هل مر بك بؤس قط؟ هل شقيت في يوم من أيام؟ فيقول له: وعزتك أبدا ما وقع. أنت أشد الناس بلاء، أخبرنا، هل رأيت في دنياك بلاء؟ هل مرت بك مصيبة؟ يا من منذ خلقته حتى وري التراب وهو في البلاء، هل مر بك بلاء أو بؤس قط؟ لا وعزتك، ولا ساعة ولا ساعة. ائتوني بأنعم أهل الدنيا، من كان يخافه المخلوقون، من كان يرهبه العابدون، من كان يتقي شره المصلون، من كان يفر منه المؤمنون. ائتوني به ويؤتى به ويقول: ألقوه في جهنم، فيلقى في جهنم، ثم يقرر: أنت أيها المتسلط، أنت أيها المكابر، أنت أيها المتجبر، أنت أيها المتكبر، أنت أيها المنعم. هل رأيت في دنياك نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا وعزتك. هؤلاء الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى بأن يكونوا آمنين، إذا رأوا خوف المجرمين يوم القيامة علموا بأن خوفهم في الدنيا كان أمنا ولم يكن خوفا، لأن خوفا جر إلى أمن ليس بخوف، وإن أمنا جر إلى خوف مقيم ليس بأمن. ونحن نعيش في هذا الزمن النكد، هذا الزمن المر. نرى المسلمين وهم يصيبهم ما يصيبهم. واسأل أنت نفسك أيها الكريم، قل: هل يوجد على وجه الأرض أذل من المسلم؟ فستجيبك الدنيا وتقول لك لا. وتسأل نفسك: هل يوجد في الدنيا من هو أهون على الناس من المسلم؟ فستجيبك الدنيا وتقول لك لا. وتسأل نفسك وتقول: هل يوجد في هذه الدنيا دم مهراق كما يهراق دم المسلم؟ فستجيبك الدنيا وتقول لا. وتسأل الدنيا: هل يوجد فيك عرض منتهك كما ينتهك عرض المسلم؟ فستجيبك الدنيا وتقول لا. وتسأل الدنيا: هل يوجد فيك مستضعف ذاق ألوان الأذى وذاق الأذى ألوان مثل المسلم؟ فستقول لك لا. والمسلم إنما حاله هكذا في دنياه لكي يصير إلى أمن ليس بعده أمن، وإلى شرف ليس بعده شرف، وإلى منزلة ليس بعدها منزلة. فلهذا قال الله تبارك وتعالى وهو يخاطب
إبراهيم عليه السلام لما بلغ قومه ودعاهم إلى الله بماذا خوفوه؟ قال له أبوه لأرجمنك واهجرني مليا، وقال له قومه لئن لم تنتهي لتكونن من المرجومين. وآذاه قومه لأنه ما من نبي ولا رسول بعث في هذه الأمة إلا وابتلي بمثل هذا البلاء أو أشد. فما كان جواب المرسلين، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فماذا قال الله؟ قال الله لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. استفتحوا وكل توكل على إلهه ومعبوده واستفتحوا. فتوكل المؤمنون على الله واستنصروا الله وسالوا الله واستعانوا بالله. واستفتح المجرمون بآلهتهم وأربابهم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. هذه في الدنيا خائب خيبه الله، خيبه الكتاب السابق، وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم اليوم الخيبة، ومن ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان فيقول يا مالك ليقضي علينا ربك، فيقول إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. ومن ورائه بعد كل هذا يا رب العالمين خيبة في الدنيا، وخذلان في الدنيا، وعار في الدنيا. ومن ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت. وبعد هذا كله ومن ورائه عذاب غليظ. هؤلاء أهل الأمن في الدنيا، هؤلاء هم أهل الشرف في الدنيا، هؤلاء هم أهل التمكين في الدنيا، هؤلاء هم المطاعون والمعظمون والمقدسون في الدنيا. هؤلاء الذين أمنوا الله، قال الله عز وجل فيهم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. نعيم، والأمة كلها تسبح بحمد أمريكا سبحانك سبحانك. نعيم، وجيوش جرارة، وأموال طائلة، وأسلحة فتاكة، ودمار وخراب. نعم، هذا حالهم في الدنيا أهل الأمن. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فوضعت في أيديهم الأموال والرجال والسلاح والعدة والعدد والسلطان والجاه، وهابهم الناس حتى إذا فرحوا بما أوتوا وجاءتهم ساعة، فلما جاءتهم تلك الساعة وآمنوا فيها أمنا كاملا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة
فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وأنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرأف من ملك. أنت الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين وجامعهم ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. لكن مما يجب أن يعلم مما ذكرنا سابقا أن هذه الزينة زينة الحياة الدنيا، وهذه الكثرة كثرة الحياة الدنيا هي لأجل معلوم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو يتحدث عن الإسلام الذي حمله آدم ونصره محمد صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. وما من أهل بيت من عرب أو عجم أراد الله بهم خيرا إلا أدخل عليهم الإسلام، ثم تكون الفتن كأنها الظلل كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر أنت أهل الإيمان كيف كان حالهم. أذكر في السياق سعيد بن عامر الجمحي، من منكم يعرفه؟ لا أحد يعرفه، أو لعل من يعرفه قليل. هذا الرجل كان في وقعة نهاوند أثبت الرجال، وفي وقعة الجسر من أشجع الشجعان، فكان الناس إذا رأوه في الليل قام بين يدي الله كأنه حلس بالي. الحلس فراش عندما تجلس عليه سنوات وسنوات يبلى، كانوا يرونه هكذا. فلما تولى الإمارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال: علي بسعيد بن عامر. فجاءوه بسعيد بن عامر فقال له: يا سعيد ما خبرك؟ قال: الحمد لله الذي هدانا للإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: عظني يا سعيد. وقد أخبره الناس عن عبادته وصلاحه وإيمانه وصدقه ويقينه. عظني يا سعيد. قال: يا أمير المؤمنين، أحب لأمتك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تحبه لنفسك وأهل بيتك، واكره له ما تكره لنفسك وأهل بيتك. فأطرق أمير المؤمنين ثم قال له: يا سعيد تتولى الإمارة؟ قال: اعفيني يا أمير. قال: والله لأولينك الإمارة، تعلقونها في أعناقنا ثم تتركوننا. ثم أطرق يبكي. قال: كف كف، يراك الناس يقولون أمير المؤمنين يبكي، كف. فسكت. ثم قال له: تتولى الإمارة؟ قال: نعم، ولكن والله يا أمير المؤمنين
أنا أتولاها كارها لها، والله لأسيرن فيها سيرة عبد يعلم أن خوفه من الله لا نهاية له حتى يدخل الجنة. قال بورك فيه، فأرسله إلى حمص. وحمص في زمانها كانت تسمى الكويفة، تصغير كوفة. لماذا كان الصحابة يسمونها الكويفة؟ لأن أهلها كان دائما يشكون من أمرائهم وولاتهم وعمالهم، دائما في طول الوقت يشكون منهم. كذلك كان أهل الكوفة. فأرسله إلى حمص. فلما أرسله إلى حمص كان إذا جاء الثلث الأخير من الليل يمشي في شوارع حمص ويقول يا أهل حمص، وفي رواية يا أهل الكويفة، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ويرتلها ويمشي فيستيقظ الناس رجالا ونساء سراعا إلى الوضوء يصلون. مرت الأيام، مرت سنة. فلما مرت سنة جاء أهل حمص إلى أمير المؤمنين، قال سيصلون ويبدأون الشكوى، أميرنا فيه والله يعلم أنني قد اخترت لهم من خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم أدخر ولم آلوا. فلما جاءوا قال تنكرون شيئا على أميركم؟ فقالوا لا يا أمير المؤمنين. قال الحمد لله، علي بالديوان. وكان قد طلب منهم أن يأتوه بديوان الفقراء، قائمة فيها الفقراء لكي يعطي كل واحد منهم نصيب من المال حتى يعني يتقوى به ويستعين به في دنياه. فجاءوه بالقائمة. فلما نظر في القائمة في وسط القائمة سعيد بن عامر. قال له ما سعيد بن عامر هذا؟ قالوا له أميرنا والله هو أفقر رجل في حمص، وإنه كره أن نذكر اسمه أولا، وشهد الله أنه ما في حمص كلها أفقر منه. قال فهل علم؟ قالوا ما علم. طيب. فقال خذوا هذه 1000 دينار وانطلقوا بها إلى أميركم. سبحان الله، هذه الحوادث أو هذه القصص لما جاءوه بهذه 1000 دينار ووضعوها بين يديه رهبها وخاف وتركها وقاموا خرجوا ويبكي. ومرت الأيام والليالي حتى حلف عليهم بالله أنهم إذا لم يكن بينهم فقير أو مسكين أن يصيروا بها إلى الغزاة في سبيل الله وأن يكفوه شرها. هذه الأمة ما كان لقيصر ولا لكسرى ولا لمالك من الملوك أن يقف في وجهها. أمة علمت بأن خوفها إلى أمن فعاشت بذلك الخوف. إذا أمنت الأبدان من البلاء خافت القلوب من تحول النعمة. وإذا أمن الناس على نسائهم وأولادهم خافوا من حلول النقمة. أمة عرفت أن خوفها محطته الجنة فعاشت به وصبرت عليه. وناداها رب العالمين وأرحم الراحمين فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهذا ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمن أبدا، ما أمن أبدا، لا يزال خائفا وجلا مقبلا على ربه معظما لمحارمه حتى لقي الله تبارك وتعالى. أتدرون
لماذا يقول الملكان لماذا يقول الملكان للمسلم في قبره؟ لماذا يقول الملكان للمسلم إذا وري التراب وانصرف عنه الأولاد والخلان والأحباب وسكن بيت التراب وبيت الدود؟ لماذا إذا أتاه الملكان للسؤال وأجلساه وسألاه فأجاب؟ لماذا يقول له الملكان نم لا خوف عليك بعد اليوم؟ ليه؟ لأنه كان خائفا في الدنيا، كان شديد الخوف في الدنيا، كان قلبه واجلا في الدنيا. ولهذا تعجب خالد بن الوليد من رجل من المسلمين في يوم اليرموك لما اجتمع الجيشان ونظر بعضهم إلى بعض بالعيان. نظر رجل إلى المسلمين ثم نظر إلى الروم، جحافل جرارة وجيوش لا آخر لها، فقال ما أقل المسلمين وما أكثر الروم. فسمعه خالد بن الوليد. لما؟ هذا من الخوف، كثرة الروم وقلة المسلمين. فقال له خالد بن الوليد يا أخي بئس ما قلت، بئس ما قلت، إنما تنصرون بهذا الدين، إنما تنصرون بهذا الدين. ولهذا كان شعار النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وإن كان الحديث يضعف، كان شعاره ما قاله يوم الطائف حين قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. شعار المسلم في دنياه هو هذا، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. شعاره في الدنيا فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وما بيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. يقين المسلم بربه يستمده من قصص الأنبياء والمرسلين. شعارهم في الدنيا، شعارهم في الدنيا كما قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هؤلاء الذين لم يقدحوا في كلمة التوحيد ولم يشكوا فيها أبدا. بالله عليكم معاشر المسلمين والمسلمات، أرسلوا من شئتم من شباب الإسلام ومن دعاته ورجالاته، أرسلوهم إلى الغرب وأرسلوهم إلى أمريكا بعد أشهر قليلة، إلا ما أقول بعد أيام قليلة، إلا من رحم الله، سيرجعون مبهورين، سيرجعون مشدوهين، سيرجعون منقلبين على أعقابهم، يحدثونك بزخرف هؤلاء ودنياهم الزائلة. ألم يفتح المسلمون المدائن؟ بالله الذي لا إله غيره لقد كانت حدائق كسرى من الذهب الخالص. بالله الذي لا إله غيره لقد كانت حدائق كسرى من الذهب المصفى. بالله الذي لا إله غيره لقد كانت حدائق كسرى من الفضة الخالصة.
سعد بن أبي وقاص كنس القصر أو كنس ساحة القصر، فلما كنس ساحة القصر قال للمؤذن أذن، واجتمعت جبال من الذهب والفضة. قال أذن فأذن، قال أقم فأقام، ثم قال استووا يرحمكم الله، ثم قال الله أكبر، ثم قرأ الفاتحة، ثم تلا قول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الله أكبر. ثم ركع، ثم قام في الركعة الثانية فتلا قول الله عز وجل: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إن لله. هؤلاء هم الذين اختصهم الله عز وجل بالأمن دون سائر المخلوقين. لا يفزعون إذا فزع الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، ولا يخافون إذا خاف الناس، ولا يتوجسون إذا توجس الناس، ولا يشكون إذا شك الناس. إقبالهم على ربهم إقبال، إيمانهم بالله إيمان، صدقهم مع الله صدق، بذلهم لله بذل. قوم ليس بينهم وبين الله تبارك وتعالى إلا اليقين. ونحن إنما نذكر هذا الكلام في هذه الأيام لما نرى من هوان المسلمين، والله ما هانوا على الله حتى هان عليهم دين الله، فلما هان عليهم دين الله هانوا على الله. ومن يريد العزة ومن يريد الشرف فهذا سبيل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. ثقوا أيها الكرام بأن حالتنا هذه ستبقى على ما هي عليه حتى يقبل كل واحد منا ويضع مرآة نفسه بين يديه ويقول لها: يا نفس أنت لئيمة هاهنا، أنت مكارة هاهنا، أنت خائنة هاهنا، أنت عاصية هاهنا، أنت ظالمة هاهنا، أنت غافلة هاهنا، أنت مسرفة هاهنا، أنت مبطلة هاهنا، أنت جاهلة هاهنا، أنت متمادية هاهنا، أنت مصرة هاهنا. فتصف له مرآة نفسه عيوبها فيقول: يا رب
قد علمت أنني أريد أن يزول عني هذا الهم وهذا الغم وهذه الغفلة وهذا البلاء. يا رب أعني على إصلاح نفسي. فإذا فعل فهذه أولى مراحل الطريق. وأحلف بالله العظيم ليس أحد من الناس ذهل عن هذه المرحلة وجاوز هذه المحطة فأفلح أبدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا ويهدي بنا. اللهم أرنا عيوب نفوسنا وأعنا على إصلاحها. اللهم إليك نشكو ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجبر كسرنا. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن ترحمنا وأن تبصرنا وتيسر الهدى لنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اخذل الشرك والمشركين. اللهم اخذل الكفر والكافرين. اللهم عليك باليهود والنصارى الصليبيين المجرمين. اللهم عليك بالقوم المعتدين. اللهم عليك بأمريكا وأوليائها. اللهم عليك بها يا رب العالمين. اللهم إنهم قد أفسدوا في الأرض فسادا عريضا. اللهم إنهم أذلوا أولياءك. اللهم إنهم قد قتلوا عبادك. اللهم إنهم قد استضعفوا المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تسلط عليهم سيف نقمتك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب. اللهم اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا محتاجا إلا أعطيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا قاسيا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.